كلامك يذكرني بقصة عن شاب تعلم أكثر من اللزوم. إنها قصة تلميذ المشعوذ. كان يوجد رجل طاعن في السن يقضي يومه بالقيام بالتجارب في مختبره. تعلم كيف يسيطر على الأشباح، وكان لديه غلام يساعده في العمل. كانت متعته الوحيدة في مراقبة سيده وهو يعمل. كم تمنى أن يصبح في معرفته وحكمته. سوف أذهب إلى المدينة اليوم، وأثناء غيابي أريد منك يا صغيري أن تملأ الأوعية بالماء. وببعض الكلمات السحرية تمكن من تحويل الكرسي إلى حصان ركبه المشعوذ وذهب إلى المدينة. وأخيرا ذهب سيدي. لقد أصبح المكان الآن تحت إمرتي. لقد حفظت كل الكلمات التي يستخدمها، وأنا شجاع لا أخاف وسأصنع المعجزات. وبالكلمات التي حفظها من سيده سخر المكنسة لخدمته. والآن اسمعي أيتها المكنسة، أريدك أن تملئي الأوعية. هيا أسرعي الآن وأحضري لي الماء بالحال. هيا. طارت المكنسة إلى النهر وعادت بسرعة. لقد استجابت لجميع أوامري وعادت بسرعة. ورجعت ثانية وملأت الأوعية. كانت المكنسة تطير ذهابا وإيابا بلا توقف. توقفي عن العمل، لقد أتممت المهمة. لكنها لم تتوقف عن العمل. نسيت الكلمة السحرية التي تقال لإيقافها عن العمل، لكن لابد أن الكلمة هنا. في هذه الأثناء أخذت المياه تطفح من الأوعية. لقد أمرتها أن تتوقف، لكنها ما تزال تحضر المزيد من الماء. ما الكلمة وما الحركة يا ترى؟ أنت عنيدة، أتحاولين إغراقنا؟ وكانت تتصرف وكأنها لم تسمع. أيتها القشة الحمقاء، لا تريدين التوقف؟ حسنا، سأريك، سوف أحطمك. وكسر المكنسة القديمة، لكن لسوء الحظ أصبح أمامه مكنستان. والآن ستتزايد المياه بشكل مضاعف. ماذا أفعل؟ لم تتوقفا عن العمل واستمرت المياه في الارتفاع. وضع مريع، ماذا أفعل؟ أرجو أن يأتي الأستاذ. أخيرا جاء. سيدي أرجوك ساعدني، لا أدري ماذا أفعل. وفي الحال تصرف السيد. مكنستي، عودي لمكانك، وإياك أن تطيعي أحدا غيري مرة ثانية. أطيعيني. إياك أن تقدم على هذا الفعل مرة أخرى وإلا عاقبتك. بابا، هذه قصة مخيفة. ألم يعاقب الأستاذ غلامه؟ شرح السيد للغلام بأن تدخله الشخصي بأمور الغير كاللعب بالنار. في هذه الحال هيا يا مكنستي، قومي بتنظيف المكان. من سيرتب خزانة الكتب؟ لو عملنا معا سنرتبها. سنضع الكتب التي نحبها. لن تتسع الخزانة. إذن لن نلعب الألعاب السحرية. سأذهب لإحضار الفوطة. إنها في المطبخ بجانب المكنسة. انتظرني، سآتي معك. ماذا تفعلين؟ أبحث عن قطعة الرخام. هنا؟ لم أعثر عليها في أي مكان. هل تظن بأنه أخفاها فعلا؟
هذا ممكن.